ألف ألف مبروك يا حاج حسين يا لبيب على اليافطة الجديدة. الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، يعني على الجمال. بس اليافطة دي متكلفة باين عليها. ربنا يبارك فيك يا حاج محمود. الصراحة اليافطة كلفتنا جامد، ده حتى الصنايعي اللي عملها لسه ما خدش باقي فلوسه. بقول لك ايه، اكلم لك الصنايعي ده يعمل لكم يافطة للأهلي. هو شغل حلو بس سعره حرق شوية. ليه، هو إمام عاشور ولا ايه؟ وبعدين يا حسين يا اخويا، احنا في الأهلي مش محتاجين يفط. اصل احنا عاملين زي اولاد سليم اللبانين في كل حتة مسمعين، فمش محتاجين يفط والكلام الفاضي ده. على رأيك. أنا عن نفسي ما كنتش عايز أعمل اليافطة دي، بس لما فزنا عليكم في السوبر الجماعة في مجلس الإدارة بتاع الزمالك قالوا لازم نصيط نفسنا بقى. وبعدين مش عايزك تزعل من حكاية السوبر دي. يا حاج حسين، انا مش زعلان منكم، انا زعلان عليكم. ده احنا لما انتصرنا في اكتوبر بقينا بنحتفل بيوم واحد بس، انما انتوا داخلين في شهر بتحتفلوا بالسوبر. ده احنا على كده كنا احتفلنا